السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غيكون شويه سبيشال حيت غندوي لكم على اغرب الفيديوهات والقنوات اللي كاينين في يوتيوب. المهم الا كان كيعجبك هذا النوع من الفيديوهات دير معاك داك اللايك باش نعرف الا كان كيعجبك، ونبقى نحط لكم فيديوهات بحال هادو. ويلا نبداو مع اول فيديو. الفيديو بعنوان إلايزا لام، وهاد إلايزا غتلقى ميته في واحد لوطيل اللي كانت جالسه فيه، ووالدها في الاول بداو كيتصلوا بلوطيل وباش يسولوا فيها حيتاش ما بقاتش كتصل بهم، حيتاش إلايزا كانت كتصل بهم كل نهار. فحلوا بحثوا بداو كيقلبوا عليها ولكن ما لقاوهاش. ولكن من بعد 3 سيمانات دوك الناس اللي في لوطيل بداو كيتشكاو من الريحه والمذاق ديال الماء، وجابوا شي واحد باش يشوف ويقلب دوك الواتر تانكس كيكونوا كبار وبحال البرميل. المهم راه كيكونوا في بعض الاوتيلات وهما اللي كيعطيو الماء لكاع لوطيل. وفاش قلبوا دوك الواتر تانكس غادي يلقاو فيها إلايزا ميته فيه. ولكن فاش داروا تشريح للجثه ديالها عرفوا بلي انها ماتت غارقه، يعني ماشي شي واحد اللي قتلها ولا حا تماك، ولكن مات غارقه. وهنا الناس خرجوا مجموعه ديال النظريات، والنظريات يلا غادي يزيدوا يكبروا. فاش لوطيل جبد تسجيلات ديال الكاميرات وجبدوا اخر فيديو كتبان فيه إلايزا، وكانت طلعت في لاسانسور وبركات كاع على دوك البطولات اللي كاينين تما، يعني بحال الا كان شي واحد تبعها وما بغاتوش يعرف النتاج غادي تحبس فيه. داكشي علاش بركات على كاع دوك البطولات اللي كاينين في لاسانسور. ولكن لاسانسور ما بغاش يتسد وهي بقات كتبرك على دوك البطولات وبحال الا شي واحد مبلوكي. ومن بعد كنشوفوا إلايزا كتطل وكترجع، ومن بعد رجعات وتخبات، ما عرفتش مناش كانت كتخبى، وبقات مخبيه في لاسانسور لحظات وخرجات وبدات كدير شي حركات بيديها بواحد الطريقه اللي غريبه. وهذا الفيديو خرجوا عليه مجموعه ديال النظريات، والبعض كيقول ان شي واحد كان تابعها ويمكن كان بغى يتعدى عليها وهي كانت خايفه منه، وشي وحدين كيقولوا انها كانت غير كتخايل وغير جاب لها الله ان شي واحد تابعها، حيت في الكاميرات ديال اللوطين ما بان معاها حتى شي واحد وبانت غير هي بوحدها. وشي وحدين كيقولوا ان هذيك شي حاجه خارقه للطبيعه. وانت شنو بان لك في هذه القضيه ديال إلايزا؟ كتب لي الراي ديالك على هذا الموضوع في التعليق وندوزو للفيديو الموالي. الا مشيتو كتبتو في السيرش ديال اليوتيوب ليسا هوم غطلع لكم هاد لاشين اللي سميتها ليسا هوم، وفيها واحد الفيديو سميتو 13. والا دخل ديال الفيديو في واحد العد تنازلي ديال دقيقه، ولكن مزربينو في 12 ثانيه. وهذا الفيديو يمكن فاش نزل ما فيه حتى شي مشاهدات، حتى تختفي واحد البنت اللي سميتها ليسا هوم بالسميه ديال القناه. وليسا اختفت بالضبط 13 يوم من مورا ما تحط داك الفيديو في يوتيوب، والفيديو كان سميتو 13 يعني 13. وليسا اختفت 13 يوم من مورا داك الفيديو، يعني بحال الا شي واحد دار هادشي بالعاني، وكان داك الفيديو هو العد التنازلي ديالها. ومن بعد 5 ايام غادي يلقاو إلايزا ميته، والبوليس غادي يلقاو القاتل، ولكن في المحكمه ما دواوش على الفيديو، يمكن ما خداوش بعين الاعتبار. ودابا جي ندوي على الفيديو الثالث. الفيديو سميتو ذا بيست مام، والفيديو كان عباره على اعلان ديال واحد الروبو سميتو ذا بيست مام. والروبو غير موجه للناس اللي ما عندهمش الوقت باش يقابلوا الاطفال ديالهم بسبب الخدمه ولا شي حاجه بحال هكا. وفي هذه الحاله الا ما كانش عندك الوقت ذا بيست مام غيكون الحل المناسب ليك. والاعلان كيقول ان ذا بيست مام غتراجع مع اولادك وغطيب لهم وتقدر تحميهم من اي حاجه، وغتكون الطبيب ديالهم وغتعلمهم كيفاش يكونوا اطفال متميزين. ولكن من بعد هذا الشيء غنشوف واحد الحاجه اللي ماشي طبيعيه لذا بيست مام، حيتاش في الاعلام كيقولوا ان ضروري الدراري خصهم يكونوا كيسمعوا الهضره ويكونوا مطيعين، حيتاش بعض المرات كيطرا خلل في النظام وكيحول ذا بيست مام الام مجنونه اولا ماد مام كما قالوا في الاعلان. Make sure your children stay obedient. Sometimes due to system failure, they will become mad moms. وكيتضح ان هذا الخلل كيتسبب في ان الروبوت ياكل الاطفال. الصراحه ما عرفتش المغزى ديال هذا الفيديو. المهم هذا الفيديو كان في واحد القناه اللي كدير فيديوهات بحال هادو، ما عرفتش الصراحه المغزى ديالهم. الفيديو الرابع، الفيديو سميتو ماريو فيكتيم. والفيديو كيبدا بالشخصيه ديال ماريو وبوشي الصديق ديالو، وهما جالسين في واحد البلاصه مظلمه وغريبه، وماريو غيبدا يدوي مع صاحبه بوشي وغايقول له انا حتى شي حاجه وما عرفتش علاش الناس فجاه قلبوا عليا وما بقى حتى شي واحد كيحملني وما بقاوش كيبغيوني بحال شحال هادي. ولكن هاد المره كاع الناس اختفات ولاو كيكرهوا ماريو، وغيسكت ماريو فجاه غيختفي بوشي، وغيتضح لنا انه كان غير كيتخايل، وماريو كان جالس غير بوحدو، وكاع داكشي كان غير تهيؤات. ومن بعد هادشي كنشوفوا ماريو وهو كيشوف لتحت، ومن بعد كتبان لنا هاد الكتابه في الاخر كتقول تم العثور على الضحيه في الانابيب ديال الصرف الصحي، والضحيه كانت بدون عينين، واسباب الوفاه كانت غير معروفه. وهنا كنعرفوا ان ماريو الحياه ديالو. صراحه الفيديو كان كيلمح لواحد النظريه اللي خرجت على ماريو اللي كتقول ان ماريو كان هو الشخص الشرير، وبلي انه ما كانش ظريف كما كان كيصحاب لينا، وداك الشيء علاش كاع الناس ولاو كيكرهوا ماريو وحتى صحابو تخلاو عليه، وبهكا ماريو ولا منبوذ ووحيد وما قدرش انه يستحمل الحياه ديالو.
واخر حاجه اللي هي كادو ما عندي للناس اللي بقاو حتى الاخر، والقناه سميتها ديبر اللي هي اغرب قناه كاينه في يوتيوب، اللي فيها فيديوهات غرابه وعشوائيه، وكاين فيهم واحد الموسيقى اللي كتخلع بحال الاصوات ديال الراديو، والاسماء ديال الفيديوهات فيهم بعض النماري والارقام بحال الكودات، وبعض الفيديوهات فيهم بعض الرموز اللي غراب، والناس كيقولوا باللي فاش حلوا دوك الكودات كل واحد من دوك الكودات عندهم علاقه مع المقتل ديال شي واحد، وداك الشخص ما كيلقاوش شكون قتلو، يعني كتبقى القضيه ديالو انسل يعني مسدوده. واحد النهار مول داك لاشين دار واحد اللايف فيه ساعه و20 دقيقه، وداك اللايف كانت فيه غير ليكرون كحله، وساعه و20 دقيقه كيبقى يعاود نفس الكلمات وكيقول روميو ايكو تشارلي ايكو انديا فيكتور ايكو. انا شحال تعذبت باش نقرا هاد الجمله الصاد، خاصك دير لايك، حنا كنتعذب الصاد باش نقرا لكم هاد الجمل هادو. المهم الناس فاش جمعوا الحروف الاولين ديال هاد الجمله غطلع لهم كلمه ريسيف، يعني بحال الا شي حاجه كتوصلك، ما عرفتش علاش دار هاد الكود هذا. المهم الا دخلتوا للتعليق ديال الفيديو غتلقى كاع الناس كيكتبوا في التعليق ريسيف ريسيف ريسيف، وفي نفس القناه نيت اللي فيها واحد الفيديو ديال واحد الراجل كيغسل رجليه اللي عامرين بالدم، ومن بعد الكاميرا كدور وكيبان لينا واحد البرميل كيتحرك وبحال الا داك البرميل خاشين فيه شي واحد، والناس خرجوا كيقولوا ان مول داك لاشين يمكن غيكون شي قاتل متسلسل وهو اللي قتل دوك الناس اللي ما لقاوش لهم الحل في القضايا ديالهم، وكيدير هادشي غير باش يضحك ويستفز الناس. وانت شنو بالك في هاد الهضره، واش غتكون صحيحه ولا غير كذوب؟ وصو هادشي ما كان في هاد الفيديو. الا وصلت لهاد الدقيقه من الفيديو ما تنساش معك داك اللايك وشارك في القناه باش وقت ما لحت شي فيديو جديد يوصلك انت الاول. تهلاو.